طبعا حضرتك عارف مين دولي. واحد صنع وفاز برجل المباراة، وواحد سجل الهدف الأول وفتح الماتش. وعرفت دلوقتي سبب هدم الزمالك وسر الحرب على الزمالك، إنه يكون لا حول له ولا قوة عشان نكسبه وناخد منه كل البطولات وندخله في أزمات وراء أزمات، أزمات مالية تخلي اللعيبة والمدربين يطفشوا منه، وتخليه يروح يجيب مدرب على قد حاله يقعد 7 8 ماتشات ويمشي ويغرق في الديون ويقف مكتوف الأيدي قدامنا، نهزمه ونعمل اللي احنا عايزينه وناخد منه البطولة ونفرح والجماهير تفرح ومحدش يهاجمنا ولا حد يعيب علينا. طبعا دي منافسة غير شريفة وغير نزيهة، ان انت تجرد الخصم بتاعك من كل أسلحته وتدخل معاه معركة وهو مكتوف الأيدي وتفوز عليه وتفرح وتهلل والبرامج تفرح وتغني بالانتصار العظيم والاستحواذ على السوبر اللي أصبح ملك للأهلي. جماهير الزمالك، أنا قلت في الفيديو امبارح المنطقي والطبيعي والواقعي إن الزمالك يتغلب، الفروق واضحة جدا وباينة للشمس للجميع، وقلت ما تزعلوش لو الزمالك اتغلب، وانتوا عارفين المعاناة اللي بيعانيها فريقكم من أول المدرب اللي بقاله أسبوع إلى الإيقافات والإصابات لأهم عناصر الفريق. فأنتوا اتصدمتوا صدمة واحدة، أنا اتصدمت صدمتين، وصدمتين في الراس بتوجع. الصدمة التانية هزيمة ليفربول بال3 من السيتي، وربنا يسترها ما ناخدش صدمة جديدة النهاردة كمان من منتخب الشباب تحت 17 سنة اللي هيلعب الساعة 6:15 مع انجلترا. ربنا يسهل ويفوزوا علشان يصعدوا أول المجموعة أو يتعادلوا ويصعدوا تاني. عموما حتى لو اتهزموا الحمد لله هم ضمنوا الصعود كأحسن توالت، بس هتكون المواجهة في الدور الثاني صعبة. نتمنى التوفيق للكابتن أحمد الكاس ورجالة منتخب مصر تحت 17 سنة. يا ريت اللي ما اشتركش في قناة العمريتي سبورت يشترك، وسلام عليكم.